السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القراقيش او المنين بطريقه حلوه جدا جدا بصراحه. هو بيتكلم عن نفسه، شايفين شكله عامل ازاي؟ ما شاء الله، المقادير مظبوطه مظبوطه، شايفين؟ مع كوبايه شاي بقى كده للفطار، حلو قوي قوي، او للعشاء، حاجه كده خفيفه وجميله. وبنفس طريقة أهالينا كده زمان، بجد يعني ريحته كده حاجة يعني ما تتوصفش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقادير كلها إن شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف، لو ضغطتوا على العنوان هيظهر لكم صندوق الوصف. آه أنا حطيت هنا، أنا استخدمت 2 كيلو دقيق. تمام. 2 كيلو دقيق أخدوا معايا بالظبط. شايفين السكر؟ انا حطيت هنا 6 معالق سكر، 6 معالق سكر. كل كيلو بحط له 3 معالق سكر. واللي انتوا شفتوهم معايا في السلطانيه في الاول، الاتنين الصغننين دول سمسم وشمر. المفروض كل كيلو عليه 3 معالق كبار، 3 معالق سمسم، 3 معالق ينسون مش شمر. ممكن تحطي شمر برضو، انا حطيت ينسون بس. تمام. فانا حطيت هنا 6 معالق سمسم و3 معالق بس ينسون، انا ما حبيتش اكتر اليانسون. حمصتهم على النار وحطيتهم، وحطيت برضو في الاول على الدقيق رشة ملح وكيس بيكنج باودر او كيك شيف، وحطيت عليهم 6 معالق نشا. 6 معالق نشا، يبقى الكيلو عليه 3 معالق نشا، اوعوا تتوهوا مني. تمام. والمقادير هسيبها لكم زي ما انا قلت لكم في صندوق الوصف. المواد الدهنيه زي ما احنا شفنا هنا، ايه المواد الدهنيه اللي انا حطيتها؟ حطيت هنا كوبايه سمنه، ورجعت حطيت كوبايه زيت، وحطيت، هي اخدت معايا 3.5 بالظبط، 3.5 مواد دهنيه. كوبايه سمنه، كوبايه زيت، كوبايه نصها سمنه وزيت، وكوبايه نصها زيت. انتوا واخدين بالكم؟ 3 كوبايات ونص مواد دهنيه، عايزه تخليهم كوبايتين سمنه وكوبايه ونص زيت، مفيش اي مشكله، اللي يريحك. هم 3 كوبايات ونص مواد اللي هي الدهنيه، اللي هي السمنه على الزيت. وهقول لكم فايده السمنه والزيت. بصوا انا هنا ضربتهم لحد ما نعموا معايا. شايفين؟ لما بضغط عليها كده بتمسك في ايدي، بتبقى لازم تكون ناعمه عشان القرقيش تطلع معاكي حلوه. وهنا دي الخميرة، نسيت اقول لكم ان انا حطيت كيس خميرة على ال6 معالق سكر، وعليهم كوباية مية، وركنتهم على جنب في الاول. بعد ما العجينة دوبت كده السمنة والزيت مع الدقيق وبقت ناعمة، نزلت بأول كوباية، وبعد كده هرجع احط الكوباية التانية، وهحط الكوباية التالتة. يبقى هي اخدت معايا بالظبط مواد سايلة، السايلة 3 كوبايات، والمواد الدهنية 3 كوبايات ونص. دول مقادير 2 كيلو. ممكن انت بقى تقسمي المقادير اللي انا قلتلك عليها دي، تقسميها نصين. يعني لو حابة تعملي كيلو بتاخدي نص المقادير دي. تمام. ان شاء الله ما كنتش نسيت حاجة من المقادير، بس انا هكتبها لكم كلها برضو، علشان لو انا ناسي اي حاجة هكتبها لكم في صندوق الوصف. شايفين العجينة؟ ما شاء الله، العجينة حلوة. بصوا انا هنا عايزة اوريها لكم عشان تعرفي ان عجينة القراقيش حلوة ولا لا. ما بيبقاش ليها عرق لما بمسكها كده. بصوا شايفين العجينة حلوة قوي؟ اما بمسكها اقطعها، بصوا بتتقطع معايا، دي من غير عرق. والعجينة من جوه بصوا مفتحة ازاي، شايفين؟ مفتحة كده، العجينة مظبوطة مظبوطة، وتكون طرية، ما بتكونش ناشفة. اي عجينة عموما لو طلع معاكي ناشفة بتطلع معاكي الحاجة اللي انت بتعمليها مش حلوة. لازم العجينة كده تكون طرية وحلوة. تمام. انا بقى عايزة اقول لكم على الفكرة دي فكرة طالعة ترند طبعا. الكل بيعملها، ان انا احط العجينة كده في الصاج، وافردها كويس قوي، وبعدين اقطعها بالسكينة. انا عايزة اقول لكم ان انا جربت الطريقة دي، هو ما عجبتنيش خالص حقيقي. ما عجبتنيش لاسباب برضه هقول لكم عليها. بعد ما حطيتها كده وبدات اقطعها بالسكينه، ما حسيتهاش قراقيش خالص. هي ممكن تكون طريقه كويسه وناس جربوها ونجحت معاهم، لكن انا عن نفسي ما عجبتنيش. انا عايزه القراقيش كده لما تتحط تتحمر كده من الجناب ومن فوق ومن تحت، وتاخد من الجناب هنا دي متماسكه مع بعض. بقطعها كده زي ما اكون بقطع صينيه كيك. رجعت لميت العجينه بصوا، رجعت لميت العجينة وبدأت اخد منها جزء، ورجعت تاني الأصل، تاني الأصل بتاعنا يا جماعة، الطريقة بتاعتنا التقليدية. لا بجد، بجد لا لا، ما اقدرش استغنى انا عن الطريقة بتاعتي دي. شايفين؟ ما خدتش معايا وقت والله، ما خدت مني اي وقت خالص، وانا واقفة كده بسرعة عملتهم ال2 كيلو. شايفين الواحدة كده بوحدتها تتحمر من الجناب كده، ورصها في الصينية وتاخد لون كده من فوق وتحت، ومن الجناب تكون مقرمشة وحلوة. تمام. هبدأ اقطعها بقى كلها كده بالطريقة دي. بتقطعيها بالمقاس اللي انت عايزاه، عايزاها صغيرة عايزاها كبيرة، دي حاجة بترجع ليكي انت.
هابدأ أرصها في الصاج. عايزة أقول لكم إن أنا اشتغلت فيها على طول، يعني يا دوبك ما ريحتهاش دقيقتين على بعض وبدأت أشتغل فيها، وهابدأ أرصها في الصاج كده وهاسيبها حوالي ساعتين. أنا سبتها ساعتين 2 خمرت، وولعت الفرن طبعا على درجة حرارة 180 وهسويها معاكم وهنشوف كل ده دلوقتي. اتمنى لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش يا بنات اللايك، وما تنسوش طبعا تشتركوا في قناتي لو انتوا مش مشتركين، واتمنى تعملوا جولة في القناة وتشوفوا الفيديوهات اللي انا منزلاها ان شاء الله تعجبكم. شايفين هنا بقى بعد ما رصيتهم هم اخدوا معايا الصاجين دول، يعني ال2 كيلو اخدوا معايا الصاجين دول بالظبط كده. رصيتهم كده الواحدة بوحدتها، تتحمر كده من فوق وتحت. لا بجد الطريقة دي عجبتني اكتر. هنا دخلتها طبعا سبتهم خمرت زي ما انا قلت لكم ساعتين، وبعد كده حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180. أول ما لقيتها أخدت لون كده من تحت رحت مولعة عليها الشواية. بصوا أول ما لقيتها أخدت لون القمر ده ولعت عليها الشواية. بصوا اللون بتاعها كله موحد، يعني اللون كله واحد. شايفين ما شاء الله جميلة بجد والله، طعمها تحفة وحلوة قوي. وبصوا في نفس الوقت دايبة، يعني دايبة ومقرمشة الاتنين مع بعض. عايزة أقول لكم بقى فايدة الزيت والسمنة. السمنة بتخلي الحاجة دايبة، الزيت بتخلي الحاجة مقرمشة. تمام، يعني الحاجة اللي انتي بتعمليها. عشان كده احنا حطينا خليط بين الاتنين، السمنة والزيت. بصوا ما شاء الله، شايفين مفرغة وهشة كده وخفيفة ودايبة في نفس الوقت. بس كده دي القراقيش بتاعتنا، وانا قلت لكم ايه الفايدة من السمنة والزيت الخليط، يعني كده افضل. بحبكم جدا، اسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم.